السلام عليكم. في العصر الجاهلي كان هنالك شاعر يلقب بالملك الضليل، وهو الشاعر امرؤ القيس. بلغ امرؤ القيس خبر وفاة أبيه وهو في حالة سكر تام، وكان دائما ما يثمل، وقال مقولته الشهيرة: اليوم خمر وغدا أمر، يعني بذلك أنه سيأخذ ثأر أبيه. فقصد أحد الملوك وطلب منه جيشا، ومكث عنده ما شاء الله له أن يمكث، فقربه الملك وأعطاه سؤله، وذهب امرؤ القيس من عند الملك متجها بالجيش الذي أخذه ليأخذ ثأر أبيه. وكان من حاشية الملك من يكرهون امرؤ القيس، فأسروا للملك أن امرؤ القيس كان يواصل ابنتك، وكان يجاهر بهذا ويفتخر ويذكر ذلك في أشعاره. فغضب الملك وأرسل إليه بحلية من الذهب مطلية بالسم، وكتب له رسالة يقول فيها: قد أرسلت إليك بحلة من حللي، فالبسها على اليمن والبركة، وأبلغني بمنزلك في كل مكان تنزل فيه. فسر بها امرؤ القيس كثيرا، ولبسها في يوم شديد الحرارة، فأسرع السم في جسده، وبدأ يتقرح، وبدأ لحمه يتساقط، وأدرك أنه ميت لا محالة، فأنشد يقول: ألم على الربع القديم بعسعسا، كأني أكلم أو أنادي أخرسا، فلو أنها نفس تموت جميعة، ولكنها نفس تساقط أنفسا. يذكر هنا أنه لم يمت موتة واحدة، بل كان لحمه يتساقط منه، فكل جزء من لحمه يسقط كأنما روحه تخرج معه، فلم تكن نفس واحدة، بل كانت أنفس تتساقط كما شبهها امرؤ القيس. وبدلت قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعما تحولنا أبوسا. ووصل عند جبل يقال له عسيب، وكان هنالك قبر لامرأة، فأدرك أنه سيموت هناك، فأنشد يقول: أجارتنا إن الخطوبة تنوب، وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب قريب.